مساء الفل يا صديقي او صباح الفل حسب انت بتشوفني امتى. انا هدخل في الموضوع على طول. انا عارف انك لسه طالع من ثانويه عامه. امسك الموبايل اللي معاك ده كويس وبص في عيني. انا عارف انك طالع من الموقف ده وجسمك كله متوتر، وعارف برضو ان انت حاسس ان في صخره على صدرك، واهلك عمالين يبصوا لك بنظرات بين الحزن والشفقه، وقرايبك اللي محدش فيهم افتكرك طول السنه جاي مخصوص عشان يعرف انت جايب كام، جاي مخصوص يسال ابنكم عمل ايه، دخل طب، هندسه، لا ما دخلش، يا خساره، معلش، اهدى خالص، خد نفس عميق. انا نازل اتمشى معاك النهارده اكني اخوك وبقول لك كلمتين من القلب للقلب. الف مبروك انك عايش سليم، الف مبروك ان مفيش حاجه اتكسرت فيك، والف مبروك على كل لحظه تعب كنت هتنهار فيها وكملت حتى لو ما جبتش المجموع اللي انت عايزه. عارف انك كنت متوقع تجيب 90 ولقيت نفسك في ال50 وال60%، وبرضه عارف انك حاسس بظلم، بس معلش، بس عايزك تفتح لي مخك وتيجي اقول لك ليه المجموع ده هو احسن حاجه حصلت لك في حياتك، ومع العلم من غير ما اطبل لك. تعال نبسطها. هو يعني ايه ثانويه عامه في مصر؟ ثانويه عامه دي عباره عن سيستم امتحانات اتعمل سنه 60 بيقيس قدرتك على الحفظ وتحمل الضغط العصبي في 3 اسابيع. هل السيستم ده بيقيس ذكائك؟ لا. طب هل بيقيس نجاحاتك في المستقبل؟ ولا ليه اي علاقه يا راجل. احنا بنشوف ناس جايبه 99% وبيدخلوا كليات قمه، ولما بيتخرجوا يطلعوا يشتكوا من المرتبات، وناس تانية جايبه 50% بيمشوا في الشارع براس مرفوعه وكمان بيقبضوا بالدولار. المهم تعالى معايا نشتري ازازه ميه ونطلع نتكلم في الموضوع ده. يا معلم، الثانويه زحلقتك ماشي، بس انت لسه واقف على رجلك. الشركه اللي هتشغلك كمان 4 سنين او العميل اللي هيشتري منك الخدمه بره مصر او حتى لو جوه مصر مش هيقول لك ابعت لي شهادتك الثانويه اتصور بيها سيلفي. هيقول لك حاجه واحده بس: انت بتعرف تعمل ايه، مهاراتك ايه، فامسح دموعك وبلاش درامات مسلسلات التركي دي. وعايزك بقى تسيبك من جمله انا ضعت دي. بص خليني اكون صريح معاك، انت ما ضعتش، بس انت غيرت طريقك. تعال احكي لكم قصه صغيره جدا. قصة راجل مصري اسمه المهندس هاني عازر. عارفين مين هاني عازر ده؟ ده المهندس المصري اللي ألمانيا كلها بتحلف بيه دلوقتي، اللي بنى محطات قطارات برلين المركزية، أضخم مشروع أنفاق في أوروبا. هاني عازر بقى ده لما كان في سنك، في سن ال 17 18 وداخل على الثانوية العامة أو الجامعة، ما كانش الخارق أو طلع أسطورة من أول يوم، برضه ما كانش طريقه مفروش بالورد وكل الكلام ده، وما كانش مهيأ له أي حاجة إن هو يوصل للي وصل له النهاردة. المهم هو سافر ألمانيا سنة 1973، ابتدى بقى من الصفر خالص، اتعلم اللغة واشتغل في أنفاق وصرف صحي واشتغل شغلانات تانية كتير جدا، وكل الناس كانت بتقول له انت غريب وجاي من الشرق، اكيد مش هتفلح هنا مع الالمان. بس الراجل كمل وما بصش لوراه واشتغل على نفسه مهاريا لحد الحكومة الألمانية عينته رئيس المهندسين لأكبر مشروع في تاريخ برلين كله، وكرمته المستشارة أنجيلا ميركل بنفسها. أنا عايز بس أعرفك إن القصة مش قصة مجموعة كام في السن ال 18، قصة أنت هتفكر في إيه وأنت عندك 22 سنة. هاني عازر ما كانش المجموع هو اللي حركه، كان شغفه واصراره. وانا مش جاي اقول لك اي كلام، انا بجد بقول لك الكلام الحقيقي اللي هيصنع منك بطل بجد. مش شرط في الكليه اللي انت كنت عايزها، وحتى لو الكليه اللي انت عايزها ففي فرص كتير جدا قدامك. المهم ندخل في الجد والفلوس والمعلومات الدسمه بقى. انت دلوقتي قاعد في البيت ومجموعك 50 55 60 65%، وفاكر ان الطريق كله انتهى، وفاكر ان طريقتك الوحيده هي كليه ملهاش مستقبل. انا بقى بقول لك تقدر تسافر بره مصر بالمجموع ده وفي افضل جامعات في العالم. تعال بقى اقسم لك الدول والجامعات اللي بتقبل من 50% فورا. انا اول حاجه روسيا، بتقبل من 50% اذا كان كنت ادبي او علم علوم او علم رياضه اي حاجه. الكليات تقدر تدرس اي حاجه، اذا كان طب بشري، طب اسنان، صيدله، اذا كان هندسه، ذكاء اصطناعي، اي كليه حرفيا. واهم مميزاتها ان هي بتقبل من 50%، ياخدوك تدرس سنه تحضيريه وتدرس اهم المواد وبعد كده تدخل الكليه على طول. ندخل بقى على تاني حاجه وهي جورجيا. المجموع برضو بيبتدي من 50% فيما فوق. مميزاتها ان هي دوله اوروبيه والامن فيها عالي جدا، وان هي دوله هاديه والشهاده معترف بيها في اوروبا، وبتقدر تعمل بيها معادله بعد ما تخلص بسهوله جدا. ندخل بقى على تالت حاجة وهي تركيا. الجامعات الخاصة مش بتطلب أي مجموع، أيوة حتى لو جايب 50%. التخصصات هندسة، برمجة، تصميم، إعلام، إدارة أعمال وذكاء اصطناعي برضه. وندخل على رابع حاجة وهي ماليزيا، وبتقبل من 50 ل 60% في الحدود دي. وبرضه عندهم ميزة كويسة جدا وهي اسمها البرامج التوأمة، يعني تدرس في ماليزيا وتاخد شهادة من جامعة بريطانية أو استرالية بتلت التكلفة في بريطانيا. ندخل بقى وهي ألمانيا، تدخل في طريق السنة التحضيرية. لو جايب مجموع ضعيف تقدر تطلع تدرس سنة تحضيرية بس بشرط انك تتعلم لغة ألماني لحد مستوى بي 2. بس الكلام ده هنا في مصر الأول، وبعد كده تطلع تدرس بالمجاني. عشان ما تقولش اني برغي وخلاص، دي الحاجات العملية اللي المفروض تعملها النهارده بالترتيب. الكلام ده لو انت هتسافر بره مصر.
اول حاجه الجواز السفر، اطلع بكره الصبح السجل المدني واعمل جواز سفر لو انت مش معاك جواز سفر. تاني حاجه بقى وهي ترجمه الشهاده، استلم شهادتك الثانويه وروح وثقها من الخارجيه المصريه وترجمها للغه الدوله اللي انت ناوي عليها، اذا كان بقى بانجليزي او بروسي او كل الكلام ده كله. تالت حاجه اللغه، ابدا من النهارده طور الانجليزي بتاعك، افتح اليوتيوب عندك مجاني، افتح وتعلم، طور من نفسك واشتغل على نفسك كويس قوي. وعايز برضه اقول لك في النهايه يا صاحبي، افتكر الكلمتين دول كويس، النتيجه دي مش تقييم لشخصيتك ولا لمستقبلك، دي مجرد ورقه في مرحله صغيره جدا من حياتك. اصحاب ال 50% هم اللي بيشغلوا الناس اللي جايبه 99% لما بيكبروا، بس الكلام ده طبعا محتاج شغل كتير جدا لو اشتغلوا على نفسهم وعافروا. المهم عايزك تسمع مني الكلمتين دول كويس جدا وتركز فيهم. قوم دلوقتي بوس ايد امك وابوك، قول لهم انا اسف لو خذلتكم في المجموع، بس اوعدكم هكون حاجه كويسه جدا في المستقبل. وابدا يا صاحبي اشتغل على خطتك الجديده. وعايزك تفتكر حاجه مهمه جدا، خيره فيما اختاره الله. المهم بقى لو الفيديو ده اداك امل او طاقه، اعمل له شير مع صاحبك اللي محبوس في اوضته، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تتابع فيديوهات الشرح التفصيلي لكل دوله من دول. يلا يا بطل، اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.